صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. انا داليا ودي قناتي، قناة داليا الرفاعي. مكملين في سلسلة التنظيفات العميقة بتاعة الشقة بعد تجديدات غرفة النوم. انا كنت عاملة معاكم التجديدات بتاعة غرفة النوم، كنت عاملة شوية فيديوهات كده حلوين. اتمنى اللي ما اتفرجش عليهم يروح يتفرج عليهم، هيستفاد منهم جدا جدا جدا. في منهم فيديو 30 دقيقة بس عايزة اقول لكم ان هو اسمه حتى كمان جولة في غرفة النوم. كل حاجة انا عملتها من تجديدات اوضة النوم، انا يعتبر ما اشتريتش اوضة نوم جديدة، انا بس يا دوبك جددتها. عملت شوية افكار فيها، عشان كده بقول لكم روحوا اتفرجوا عليها. طبعا انا علشان انت بتجددي اوضة او حتى بتبيضي اوضة في الشقة، لو اوضة واحدة بتعمليها في الشقة، الشقة كلها بتتبهدل. فانا كان بالنسبة لي يعني اكتر يعني منطقتين هما متبهدلين. طبعا انتوا عارفين المطبخ، تاني حاجة كانت على طول الريسبشن. انا بدأت بالريسبشن، عملت له حملة تنظيفات، لان انا الحاجة بتاعت اوضة النوم كلها خرجتها. يعني خرجتها في الصالة يعتبر او ريسبشن. كل اللي بقى اللي تحت السرير واللي جوه الدولاب وكل حاجة تتعلق بالأوضة فضيتها خالص للنقاش، لان كان فيها مشكلة. عشان كده بقول لكم روحوا اتفرجوا عليها، بجد فيديوهات حلوة جدا 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 وهتستفادوا منها جدا جدا جدا. ف يعني بعد ما وضبت اوضه النوم ما بقاش بقى يعني الدنيا طبعا اتكركبت بره، فابتديت اعمل بقى حمله تنظيفات عميقه جدا جدا جدا. قلت علشان الشقه كلها طبعا اتبهدلت، فابتديت طبعا انتوا عارفين انا مادام عملت حمله تنظيفات ببتدي باصعب حاجه اللي هي المطبخ. بس انا المره دي ما ابتديتش بالمطبخ، ابتديت بالريسبشن، علشان احنا حتى مش عارفين نقعد فيه. يعني الحاجات اللي كانت تحت السرير واللي جوه الدولاب وكده ما كناش عارفين حتى نقعد فيه خالص، ولا نقف ولا ننام ولا نعمل ولا نقعد فيه ولا نعمل فيه اي حاجه. فاضطريت ان انا ابتدي بيه، ما ابتديش بالمطبخ لان احنا مش عارفين حتى نقعد. فاضطريت ان انا ابتدي بيه. عملته الحمد لله، جهزته وخلصته يعني الى حد ما نعرف نقعد فيه. خلصته طبعا، ما قدرتش ان انا اخلصه على يوم واحد، خلصته على يومين، لان انا بعمل تنظيف وروتين عميق جدا جدا جدا. لان انا كمان ما كنتش عملت الحاجات دي في العيد الكبير، لان انا قلت مادام طبعا العيد الكبير لما دخل عليا انا قلت كده كده انا هعمل تجديدات، فايه اللي يخليني ان انا اعمل تنظيفات في الشقه وانا كده كده الشقه هتتعك تاني من الدهان والتجديدات اللي انا بعملها فيها. فما رضيتش، قلت لا يعني ايه مادام بقى هي تبقى هده بهده، فقلت لا. فابتديت الحمد لله، خلصت اوضه النوم وقفلتها الحمد لله، والنقاش جه وعملها لي والدنيا بقت زي الفل. خلصت بعد كده ابتديت اعمل بقى في الريسبشن، قلت عشان نعرف حتى نقعد فيه. خلصت ريسبشن، اول حاجة على طول بعد الريسبشن هي المطبخ. زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو المنظر، بصوا صعب جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا دخل عليا الامتحانات، النص التاني يعتبر من بعد العيد الصغير. دخل عليا الامتحانات، ما عملتش طبعا يعني غير من فوق الوش. دخل عليا العيد الكبير برضو ما عملتش غير من فوق الوش. جددت في اوضه النوم. فطبعا انتي مادام في صنايعيه في البيت، حتى لو صنايعي واحد ما بتعرفيش تعملي اي حاجه غير يا دوبك تعملي الاكل كده من فوق الوش وخلاص على كده، ما بتعرفيش تعملي اي حاجه في الشقه. فكل الفتره دي هنقول مثلا شهرين او 3 شهور انا بعمل من فوق الوش بس للمطبخ. فالمطبخ وصل لمرحله يرثى لها، زي ما انتوا شفتوا كده كل حاجه فيه ما كانتش نظيفه، كل حاجه فيه. فقلت بقى لا، لازم بقى ابتدي اعمل فيه حاجه كده بضمير، اعمل فيه يعني تنظيفات عميقه بضمير. فانا قلت برضو زي ما انا يعني نظفت الريسبشن على مرتين، برضو المطبخ بالنسبه لي صعب، فهحاول ان انا انضفه برضو على يومين. النهارده هعمل معاكم نص المطبخ. انا كنت الاول لما باجي انظف المطبخ كنت اعمل مثلا ايه، مثلا البوتاجاز، اعمل الميكروويف، اعمل ضرفه فوق ضرفه تحت طول ما انا واقفه مثلا بطبخ او بعمل حاجه. لا، ابتديت اعمل نظام جديد في التنظيف، ان انا وانا بعمل
يعني انا مثلا النهارده هعمل المطبخ مثلا تنظيفات، مثلا اللي هو الروتين من الاعماق بقى، يعني سيراميك وجوه وبره، والوميتال هيتغسل وفوق وتحت وكله. فببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اخد الجزء العلوي كله، وبعد كده ابتدي اخد السيراميك، وبعد كده الرخامه، وبعد كده الجزء السفلي بقى. او اعمل ايه؟ اقوم قاسمه كده زي ما بيقولوا كده، اقوم قاسمه المطبخ بالنص بالطول، اقوم اسماه فوق وتحت. يعني اعمل المطبخ النص الاولاني فوق وتحت بسيراميكه بالجزء اللي فيه كله بالرخامه بتاعته، والجزء التاني بخليه لتاني يوم. الحمد لله انا النهارده عندي اكل، فالنهارده بقى انا طول النهار في المطبخ، يعني عملت لي بقى كوبايه شاي حلوه كده، وابتديت بقى اعمل فيه من فوق لتحت. انا نصصته، وهتشوفوا الموضوع ده في اخر الفيديو خالص. هتلاقوني ان جزء لسه يعني نضف، والجزء التاني لسه بقى هيبقى بكره ان شاء الله. النهارده بقى هبتدي اعمل، اول ما بدخل من باب المطبخ بلاقي التلاجة، وفوق التلاجة بيبقى وحدة. انا هبتدي اعمل من الوحدة دي، وبعد كده الوحدة اللي بعدها، الوحدة اللي بعدها، امشي بقى كده ايه، حاجة ورا حاجة ورا حاجة، او ضرفة ورا ضرفة ورا ضرفة، علشان احس ان انا خلصت على الاقل حاجة. حتى لو انت خلصتي ضرفتين وابتديتي تستريحي، لان انا عايزة اقول لكم ان مدة الفيديو 26 دقيقة، لكن هو بالظبط خد مني مش اقل من 11 ساعة. عايزة اقول لكم طبعا مش متواصلين، لا انا كنت بعمل مثلا ضرفتين 3 واستريح، اعمل ضرفتين 3 واستريح، لان زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو ان انا مشغله المروحه انا مطبخي ضيق جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان المطابخ في الصيف لعنه لعنه، كل المطابخ سواء ضيقه او واسعه بتبقى سخونيه رهيبه. واحنا اصلا الايام دي كمان في شهر 8، واصلا الحراره في مصر عاليه جدا جدا جدا، يعني تقريبا خلاص بقى العادي بتاعنا اللي هو فوق ال45 خلاص. خلاص يعني التلاتينات دي خلاص بقينا ننساها. انا بقى هنا بوريكم المنظر عامل ازاي. انا خلصت الجزء اللي فوق كله، عملته واحدة واحدة. الجزء اللي هو فوق التلاجة على طول، ده الحاجات اللي انا بحط فيها البطرمانات اللي هي العالية، اللي هي الكبيرة، اللي هي بتاعت البطرمانات المخلل اللي انا مش بحتاجها قوي، عشان انا بصراحة مش بطولها. بعد كده بيجي ورايا اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى عاملة ضرفة كاملة للبطرمانات بتاعة الصلصة، فاضية ومليانة. طبعا انا كنت فاكرة ان انا عندي بطرمانات صلصة كتيرة، طبعا لما روقت وانجزت لقيت نفسي لا، البطرمان لا، انا محتاجة صلصة، يعني محتاجة صلصة، محتاجة اعمل صلصة، محتاجة طماطم واعمل صلصة، لان انتوا لما بتنضفوا وبتروقوا الدنيا بتبان قدامكم اكتر. طبعا انا كل ضرفة بمسحها، وبعد كده بحط عليها اللي هو الطباشير اللي انتوا شايفينه ده. الطباشير ده امن جدا جدا، انا خالتي بتجيبهولي ده للنمل. انا مطبخي الحمد لله يعني ضيق، فانا عندي يعني طبعا كل المطابخ بيبقى فيها نمل في الحر اللي احنا فيه ده، بس الحمد لله الحمد لله. انا في اول الصيف، وباجي في اول الصيف بعمله مرتين في السنه، باجي في اول الصيف اقوم عامله اللي هو الترتيبات العميقه دي، واقوم حاطه الطباشير، واقوم عاملاه داير ما يدور في كل رف وفي كل ضرفه، ما بشوفش نملايه واحده. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما اتبعت الموضوع ده ما بشوفش نمله واحده في المطبخ كله فوق وتحت. الحمد لله يعني. فانا بعمل ضرفه ضرفه، بنضفها وبمسحها وعامله بسيبها تنشف، وبعد كده اقوم عامله الطباشير ده داير ما يدور، واقوم حاطه بقى عليه الحاجه زي ما انتم شايفين كده. عملت الضرفه اللي هي بتاعه الطماطم، انا بحط الضرفه اللي هي قريبه مني اللي هي البطرمانات الصلصه. الضرفه اللي فوق اللي انا مش بطولها قوي دي البطرمانات الفاضيه، ببقى عارفه قدامي كده كام بطرمان فاضي، وهنا تحت كام بطرمان مليان بيبقى قدامي، فانا عامله البطرمانات دي كلها ضرفه واحده. بعد كده باجي على طول بقى الضرفه اللي بعدها بتبقى 3 ارفف فوق بعض. الرف اللي انتوا شايفينه دلوقتي دي ضرفه التوابل، انا عامله ضرفتين للتوابل، الضرفه اللي تحت اللي انتوا شايفينها دي، والضرفه اللي فوق دي تعتبر الضرفه اللي انا ما بستخدمهاش قوي، او اللي هو انا هنقول العلافه مثلا، الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش قوي. وتحت
اللي هي في متناول ايدي، اللي هي ضرفة بقى التوابل اليومية، الملح، السكر، الفلفل، البهارات، الكمون، الكزبرة، الحاجات اللي انا بستخدمها هي ايه يوميا اهي زي ما انتوا شايفين دي، حتى انا مش حاطه عليها ازاز. بصوا بقى انا هنا بوريكم ان انا فاضل لي السيراميك، او مش السيراميك، انا حاطه على السيراميك اللي هو الطوب الحجري دوت، اللي هو الستيكر انا حطاه. وانا بقول لكم هنا بقى انا كمان فضيت الميكروويف، خرجت الميكروويف بره عشان يديني بس وسع، وعلشان يديني يعني سهوله في الاستخدام، او سهوله في الحركه، في التنظيف يعني. فانا طلعت الميكروويف وطلعت الاير فراير بره علشان تبقى الرخامه قدامي يعني كبيره واسعه، اعرف اتصرف براحتي. وبعد ما اخلص خالص الجزء ده هبتدي بقى ادخله. زي ما قلت لكم انا خلصت الضرفه اللي فوق كلها، وبعد كده هبتدي امسحها كويس زي ما انتم شايفين كده. بعملها عادي بالاسبونشه. الحمد لله انا عندي المطبخ الحمد لله كألوميتال ما بيتوسخش قوي، او لو اتوسخ الحمد لله يعني بسبونشه وحته مبلوله الحمد لله بيرجع جديد زي ما هو. انا كنت مطبخي القديم خشب. المطبخ القديم يعني عايزه اقول لكم عشان انا المطبخي الصغير، فكان الخشب الدهون بتمسك في الخشب ما تعرفيش تطلعيها. لكن الالوميتال ادالي يعني سهوله يعني سهوله في التنظيف جامده جدا. طبعا انا عامله المطبخ ده بقالي فتره كبيره، قبل طبعا ما البولي ليك والالكليليك والحاجات اللي هي الجديده اللي طالعه دي ما تظهر. لكن انا اول ما ابتدى اللي هو الالوميتال يظهر، يعني انا عاملاه مثلا داخل في مثلا هنقول في 15 سنه مثلا. الحمد لله شكله الحمد لله الحمد لله اللي يشوفوا يقولوا ان هو جديد الحمد لله، ما اتخدش الحمد لله. زي ما هو. وانا محافظه الحمد لله على نظافته. وعلى طول بسبونش زي ما انتوا شايفين كده، وحته يعني حته فوطه مبلوله بيرجع كانه جديد الحمد لله. ما يعني ايه، هو عشان الوميتال زي ما بيقولوا الدهون ما بتمسكش فيه زي الخشب. الخشب الدهون بتمسك فيه بطريقه، بصوا عشان يعني بصوا هو بيلمع ازاي، يا دوبك بحته فوطه مبلوله على طول ايه على طول يلمع. انا برضو زي ما انا قلت لكم انا بعمل من فوق لتحت. عملت الجزء اللي فوق خلصته وقفلته خالص. بعد كده هبتدي بقى وكمان خلصته كمان كالوميتال، يعني انا علشان ايه يعني اقفله وما ارجعلهوش تاني. بعد كده هبتدي بقى اعمل اللي هو الطوب الحجري اللي انا عاملاه دوت، اللي هو عامل زي الستيكر او الفوم، اللي هو الفوم الحجري ده. شكله حلو جدا بس هو تنظيفه عايزه اقول لكم ان هو زي السيراميك، اللي هو لو انت عندك سيراميك بيلمع او زي ما بيقولوا كده اللي هو اللامع، او اللي هو الناعم، بيبقى اسهل بكتير تنظيفه من السيراميك اللي هو الخشن او الفوم. ليه بقى؟ الفوم خشن شويه، وبعدين انت ما بتقدريش الدهون بتمسك فيه كل حاجه، بس ما بتقدريش تعمليه مثلا بسلكه مثلا، لا لان بتخافي لا يتجرح. فانا بعمله يعني عايزه اقول لكم هو يعني متعب شويه، بس انا كنت مضطره اعمله لان انا السيراميك القديم بتاعي كان لونه بيج، معرفش ليه ما كنتش حباه. يعني كنت حابه الابيض اكتر. الابيض اول ما عملته نور المطبخ خالص، يعني نور المطبخ معايا جدا. عايزه اقول لكم انا خلصت الجزء الاولاني ده كله، وبعد كده قعدت واستريحت، قعدت مثلا بتاع ساعتين ولا حاجه، لان الجو كان نار بقى نار. وبعدين ابتديت تاني رجعت بقى قلت ايه ابتدي بقى في الجزء اللي تحتاني. عايزه اقول لكم التصوير، والله التصوير اصعب حاجه، اصعب حاجه في الصيف هي التصوير. يعني الحاجه اللي انت بتعمليها في ساعه في التصوير بتاخديها ب3. كان يعني انا كنت فاكره ان الموضوع قبل ما اخش موضوع ان انا اعمل قناه على اليوتيوب وكده، كنت فاكره ان الموضوع سهل، ان انت كده ما انت كده بتنظفي، ما انت كده واقفه في المطبخ، ما انت كده بتعملي اكل يعني كل يوم. لا الموضوع صعب، لان خصوصا كمان في المطابخ الضيقه لما بتيجي تصوري بتاخدي زي ما بيقولوا كده كادرات معينة. لا هنا مش عارفة الشكل عامل ازاي، لا هنا الشكل مش عاجبني، لا هنا في شكل، لا انا عايزة مثلا الوصفة تظهر بمظهر معين بشكل معين، انا اظهر بشكل معين. الكاميرا هنا مش معدولة، لا مش عارفة هنا عاملة ازاي.
ساعات كتير قوي بقوا محطه الكاميرا وانسى اصلا انها شغاله، وساعات كتير قوي ببقى فاكره ان الكاميرا شغاله وهي اتاريها مش شغاله. فلا الموضوع صعب جدا، خصوصا في الصيف، خصوصا انك بتلبسي حاجه بكم وطرحه، وتقفي في المطبخ بالثلاث والاربع والخمس ساعات. موضوع صعب جدا جدا بس ممتع. يعني انت لو حابه الحاجه اللي انت بتعمليها، هو صعب، لكن انت عشان حاجه انت بتحبيها، فبالنسبه لك لما بتشوفي المردود ده، وبتشوفي مثلا ان انت عامله مثلا فيديو وناس كتير استفادت من الكلام اللي انت بتقوليه، لا التعب بيروح خالص. فانا عشان كده بقول لكم اي حاجه انا بصورها فعلا بتبقى من قلبي، وفعلا المعلومه اللي بقولها بتبقى فعلا من قلبي، ببقى فعلا عايزاكم تستفيدوا، ببقى زي ما بيقولوا كده بتبقى صدقه جاريه. حتى لو الواحد مثلا لا قدر الله مات ولا جراله اي حاجه، بيبقى سايب حاجه عارف ان اللي مثلا اي حد هيشوفها هيستفيد من وراه. فنرجع بقى لمرجوعنا تاني. انا بقى هنا خلصت الرخامه. بصوا بقى انا هنا بخلص ايه زي ما قلت لكم من فوق لتحت. ليه بقى؟ انا دلوقتي ريحت 3 4 ساعات زي ما بقول لكم، بعد كده رجعت تاني حسيت ان ببص للمطبخ كده، انا عملت الجزء ده، الجزء ده باين ان هو نظيف، الجزء ده يعني اول ما يعني ايه اللي هو زي ما بقول لك كده، ايه نفسيتك بترتاح اول ما بتخشي، حتى لو الحته اللي انت عملتيها حته صغيره بتبقي نفسيتك مرتفعه. انما زي ما بيقولوا كده لو انت عملتي نتشتي هنا ضرفه من فوق وضرفه من تحت وضرفه من الشمال وضرفه من اليمين، وعملتي مثلا المطبخ، عملتي مثلا الميكروويف، عملتي البوتاجاز، ونتشتي كده، مهما تقعدي 3 4 5 ساعات ما بتحسيش ان انت عملتي حاجه. انما انت لما تعملي جزء وتخلصيه كله مثلا، وحتى لو ربع المطبخ وتخلصيه كله وتخشي مثلا تعملي اي حاجه او تستريحي، وبعد كده ترجعي تاني، لما بتيجي تخشي اول وهله كده للمطبخ، لا بتحسي لا انا الجزء ده انا نضفته، لا الجزء ده باين عليه النظافه، باين اهو. فتبتدي بقى ايه نفسيتك بتبقى مرتفعه وانتي بتعملي بقيه المطبخ. الموضوع ده سهل عليا جدا، وعشان كده بقول لكم انا اي حاجه في التنظيف. وخدوا بالكم انا ما كنتش في الاول كده، انا الموضوع ده بالممارسه والروتينات الكتيره، هي مره على مره. المره الاولانيه ما باخدش بالي، المره الثانيه باخد بالي. زي ما بقول لكم كده كنت في الاول لما ببتدي مثلا اعمل الريسبشن، اوضه الاطفال، اوضه النوم، اخر حاجه كنت بعملها المطبخ، كنت بلاقي خلاص طاقتي خلصت. انما لا ابتديت اتعود ان انا اعمل المطبخ الاول، لا لقيت نفسي ان انا لسه طاقتي زي ما هي. الاوض بتبقى صعبه وكل حاجه، بس ما بتبقاش اصعب من المطبخ. المطبخ اصعب حاجه يعني اصعب حاجه في الشقه كلها هي المطبخ. فابتدوا بالصعب، خصوصا لما تبقوا عايزين تعملوا روتينات عميقه في الشقه كلها. اول حاجه تبتدوا بيها هي اصعب حاجه هي المطبخ. لما بتبتدوا بالاوض او الريسبشن وتخلوا اخر حاجه المطبخ، لا بتبقى الطاقه بتاعتكم خلاص خلصت وتعبتوا، وبتبقوا بتعملوا زي ما بتقولوا كده بكروته. لكن المطبخ وزي ما بيقولوا كده المطبخ تفاصيله كتير وحاجته كتير، فالمطبخ بيبقى بالنسبه لي من اللي هو الصعب جدا. يعني انا لو عملت المطبخ وخلصته انا بحس ان خلاص السهل بقى هو اللي باقي. انا بقى هنا اهو خلصت الضرفه اللي هي بتاعت انا عندي الجزء اللي تحت ده عباره عن درجين وضرفه. الدرجين دول انا عامله في اول درج اللي هو المعالق والشوك، اللي هي الحاجات اللي زي ما بيقولوا كده يوميه. دايما خلي الحاجات اللي حواليكي هي الحاجات اللي تستخدميها اليوميه، الحاجات الابعد اللي هي مثلا بتستخدميها الاسبوعيه، الحاجات البعيده خالص اللي بتستخدميها اللي هي الشهريه مثلا كل فين وفين. لكن دايما الحاجات اللي تحت ايديكي هي الحاجات اللي قريبه منك. الدرج ده انا عندي درجين. الدرج الاولاني انا عامله لي الشوك والمعالق والسكاكين، الحاجات اليوميه اللي انا بستخدمها. الدرج اللي بعده اللي هي بقى المصافي، زي ما انتم شايفين كده، اللي مثلا المقصات، اللي مثلا طقمة التوزيع، الحاجات الكبيره. الحاجات الكبيره كلها مع بعض، الحاجات الصغيره كلها مع بعض، الموضوع بيدي معاكي يعني زي ما بيقولوا كده راحه. بيدي معاكي ان انتي بتبقي عارفه مكان كل حاجه. بيدي معاكي سهوله كمان في الترتيب. عايزه اقول لكم ان انا ساعات ببقى مش شايفه مثلا، خلاص انا بفتح الدرج عارفه اللي فيه، خلاص انا حافظه اللي فيه، حافظه اللي جواه.
الموضوع ده سهل عليا جدا جدا، مش قادره اقول لكم سهل عليا قد ايه. هنا بقى دي اكبر ضرفه عندي في المطبخ، اكبر ضرفه عندي في المطبخ انا عاملاها للحلل، اكبر ضرفه. ومخليه الطاسات في حته، ومخليه الصواني في حته تانية. الصواني البايركس انا عاملاها لوحدها، الصواني التانية اللي هي الجرانيت عاملاها لوحدها، الحلل عاملاها لوحدها، مخليه الحلل كلها في حته واحده. الموضوع ده سهل مش قادره اقول لكم. انا لما كنت بتفرج مثلا على فيديوهات مثلا الترتيب والتنظيم وكده، والاقي مثلا ناس عامله ايه، عامله ضرفه فيها حلل، ماشي مفيش مشكله، وبعدها ضرفتين كمان فيهم حلل، ضرفه في اخر المطبخ طقم حلل، ضرفه في اول المطبخ طقم حلل، يعني منطورين الحلل. يعني هم مخليين مثلا الطقم مثلا الجرانيت مع بعضه بس في ضرفه، ومخلين ضرفه تانية في اخر المطبخ لطقم مثلا السيراميك، وضرفه تالتة مثلا في نص المطبخ لمثلا الاستانلس. لا الموضوع ده لا، يعني حاولوا ان انتوا تخلوا الجزء بتاع الحلل كله في حته واحده. حتى لو انت ما عندكيش مكان خلوه جنب بعض، يعني حتى لو الاظرف يعني الاظرف منفصله، بس خلوه كله جنب بعض. يعني هتخلي الجزء اللي تحت ده كله، مثلا الجزء اللي عندك مثلا كذا ضرفه 3 أو 4 اظرف، يبقى تخلي ال3 أو 4 اظرف دول هم دول اللي فيهم الحلل مع بعض، بحيث ان انت لما تستخدمي الطقم كل طقم في ضرفه، بس كلهم جايين مع بعض وكلهم في حته واحده، بحيث ان انت لما بتيجي تنقي حلل او عايزه تطلعي حله، بتبقى الجزء يعني الحلل كلها مع بعضها. الموضوع ده سهل عليا جدا. عايزه مثلا اطلع صواني، عارفه ان الصواني مش مع الحلل في حته، عارفه ان صواني البايركس او حلل البايركس في حته لوحدها خالص، ما بحطهاش مع اي حاجه خالص عشان ما تتكسرش ما تتجرحش ما يحصلهاش اي حاجه. فالموضوع ده سهل عليا جدا. هتلاقوا انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم جوله لتنظيم المطبخ، ازاي اي واحده تنظم مطبخها، تحط ايه جنب ايه وتحط ايه جنب ايه. ان شاء الله بعد ما ارتب يعني او اعمل اللي هو الروتين دوت، ان شاء الله باذن الله هعمل لكم جوله بقى لتنظيم المطبخ من جوه، لكل واحده عروسه ما كانتش عارفه تنظم المطبخ من جوه ازاي تنظمه. يعني الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا. نيجي بقى لاصعب. بصوا بقى انا كده ايه خلصت ايه، يعني خلصت اكبر ضرفه في المطبخ كله هي الحلل. انا حاطه فوق في الحلل اللي هو الجزء بتاع الحلل ده، حاطه طقمين جرانيت فوق، وحاطه تحت الطقم الاستانلس. بس هما دي الطقمه اللي انا بستخدمها، ما بستخدمش اي حاجه تانية، ما بجيبش 20 طقم و50 طقم و60 طقم، لا هاتوا الطقمه اللي انتوا بتحتاجوها بس. والله يا جماعه كل يوم بيطلع حاجات جديده والواحد بيزهق. لو جبتيلي دلوقتي 3-4 طقمه حرام عليكي، لا هي كفايه طقمين جرانيت صغيرين من اللي احنا بنستخدمهم دول، وطقم استانلس بس. على كده انا بقالي سنين خلاص ما بقتش استخدم الالمونيا بصراحه، فهم دول اللي انا بستخدمهم، وهو ده احتياجي. ولما بيطلع جديد بحط حاجه مكان حاجه. طبعا ما بستغناش عن الطقم الاستانلس ده، طقم الاستانلس ده معاكي، لكن ممكن الجرانيت تغيري فيه. يعني ممكن الجرانيت يقدم تحطي مثلا طقم مكان طقم جديد ظهر، بتحطي الطقم ده، الطقم عندك مثلا قدم بتقومي جايبه طقم بداله بس كده. لكن ما تحطيش 50 و60 طقم زي الناس ما بتعمل، والحاجه دلوقتي بقت غاليه ما بقتش زي زمان. طقم الجرانيت النهارده انتوا عشان تجيبوه او اي حاجه بتجيبوها في المطبخ، لا الحاجه يا جماعه زادت، يعني مش الضعف، انا عايزه اقول لكم اضربوا في 4. يعني اضربوا في 4 اي حاجه، اضربوا في 4. يعني لو حاجه انتوا بتجيبوها ب1000 النهارده ب4000 وب5000. فالزيادات اللي احنا يعني الزياده اللي احنا شايفينها او غلو الاسعار ما بقاش زي الاول. لا وما تعملوش زي الناس بقى اللي هي تقعد تجيب بال20 طقم وال50 طقم وال50 لا لا لا، لان كل ده خدوا بالكم، انا كل الحاجات دي مش هي دي الحاجات اللي انا داخله بيها. يعني عايزه اقول لكم بقى، يعني كل الحاجات دي انا جبتها بعد الجواز. طقمه الجرانيت دي انا اصلا مش داخله بطقمه جرانيت، انا على ايامي ما كانش فيه طقمه جرانيت اصلا. طقم استانلس انا اصلا ما كنتش داخله بطقم استانلس، يعني انا ما كنتش جايبه الطقم الاستانلس ده، انا ما كنتش جايباه اساسا في جهازي. انا كنت جايباه، انا كنت جايبه طقم اللي هو الالمونيا العادي خالص بتاع كل الناس.
بعد كام سنة حسيت لا أنا عايزة أغير وأجيب بدل الألمونيا، عشان الألمونيا مشاكلها كتيرة لما بتبيتي مثلا الأكل فيها، فبقيت استبدلته بالستانلس. فحطيت طقم مكان طقم. كان عندي مثلا الطقم التيفال، حسيت ان لا التيفال قدم شويه، هستبدل مكانه طقم الجرانيت. لما جبت طقم الجرانيت حسيت ان ايه، يعني ان طقم الجرانيت يعني مثلا حسيت ان هو مثلا 3 حلل لا مش هيكفوني، فقمت جايبه طقم تاني. يبقى طقمين جرانيت كفايه قوي. وفي ناس بتجيب طقم واحد جرانيت مع طقم الاستانلس بس كفايه. يعني بلاش تكتروا، بلاش. اولا لما بتيجي تنضفي المطبخ، عايزه اقول لك، يعني هقول لك، يعني بتيجي تنضفي المطبخ بتحسي ان في 30,000 حاجه وانت اصلا ما بتستخدمهمش. يعني بيلموا دهون وبيلموا حاجات قد كده وانت اصلا ما بتستخدمهمش. هتلاقي نفسك بتستخدمي حلتين 3 وخلاص على كده. من حيث بقى كمان كغلو، لا برضو الحاجة غالية. من حيث بقى كمان ان كل يوم بتطلع حاجات جديدة، كل يوم بتطلع حاجات جديدة. انا عايزة اقول لكم زي ما قلت لكم ان انا كل ده، كل الطقمة او كل الحاجات اللي في المطبخ عندي انا مش ده جهازي، يعني انا غيرت حاجات كتير. بصوا بقى انا هنا خلاص يعتبر انا خلصت الجزء بتاع كمان البلاستيكات. بصوا بقى انا هنا خلصت. عايزه اقول لكم ان انا هنا خلصت اهو فوق وتحت. بصوا بقول لكم بقى الفرق ما بين الجزء النظيف والجزء اللي هو ايه مش نظيف. بصوا الفرق. فانا خلصت كده الجزء بتاع المطبخ فوق وتحت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله باذن الله بكره ابتدي بقى ان شاء الله من اول بقى البوتاجاز. يعني بصوا بقى الفرق. بصوا عايزه بصوا اوريكم بقى من اول بقى البوتاجاز كده لحد الجزء بقى اللي هو ده، اللي هو نص المطبخ ده بقى، ده لسه بقى مش نضيف. بس بصوا بقى هنا، بصوا نظافه يعني باين. انا بقى تاني يوم كده لما ادخل لا احس ان في نظافه، في ان انا خلصت نص المطبخ، انا واقفه حتى على الاقل في مكان نظيف. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الفيديو خفيف عليكم، وقدرت يعني انقل لكم تجربه او اي حاجه استفاده من الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظروني بقى في الفيديو بقى اللي هو بكره ان شاء الله هكمل معاكم بقيه المطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.